بقول لك ايه يا حبيبي، احنا عايزين نخف مشاكل، ابوك هيطردنا من المصنع. هنعمل ايه يا مجدي؟ ما المشاكل هي اللي بتجينا لحد عندنا، هو احنا اللي بنروح لها؟ لا يا عم ما بنروحلهاش، بس نغمي عليها شويه يا حبيشه. ما انت عارف يا مجدي انا ما بعرفش اشوف افترا واسكت. يا عم اوعى ايدك، بقول لك معيش حاجه. غير انت بارد ليه يا ما تطلع اللي في جيبك واخلص. يا عم قلت لك معيش حاجه، هو انتوا عايزين مني ايه؟ يا عم قلت لك معيش تليفون. اهو اتفضل. عايز اشوف منظر زي ده واسكت؟ ما مالناش دعوه يا حبيشه، يلا نمشي. نمشي ازاي؟ اوعى ايدك كده، بني ادم زيه زينا. بقول لك يا صاحبي ما بلاش افترا. طب امشي عشان ما نفتريش عليك انت كمان. الحق العركه شكلها هتدور. واحنا قد العركه. يا حبيشه اللي يشوفك بنفس الشغل يقول عليك محترم. انجز يا مجدي، بلاش هزار عشان ابوك زمانه جاي. فين سواق الكلار كده عشان الحاج محمد عايز بنات السيراميك. طب يا عم ما تزقش خلاص، تعال نروح نبص على انا وانت. يا اخواتي انا اتضربت ومش هسيب حقي. مين اللي ضربك يا؟ الواد اللي انت كنت عامل معاه الحوار القديم. ياه، ده انا بدور عليه من زمان ومش عارف مكانه. انا بقى قدرته وعرفت مكانه فين. ما يلا بينا، مستنيين ايه؟ والله يا بنت بحبك وما بحبش غيرك، انت عبيطه. وهو ده المصنع بتاعه. طب يلا الجار روح بص عليهم من هنا، وانت وحش بص عليهم من هنا. يا حبيشه يا حبيشه، في ايه؟ اتخضيت؟ لا انت لسه ما اتخضيتش. العيال اللي احنا ضربناه جم مكاننا وشكلهم هيخربوا الدنيا. ايه؟ هم مكاننا؟ ده ابوك لو عرف هيضربنا ويضربهم بالنار. طب شوف لنا حل يا عم حبيشه. طب تعالى معايا.